الخروج للعالم الخارجي بيبدأ من أول ما بتشتغل وبتتحول من مجرد طالب لعنصر فاعل في المجتمع. علشان كده أبو حفيظة كان عايز يخرج للعالم بكل قوة من غير أي تردد أو خوف. المجتمع بيديك احترام أول ما بتاخد مركز وظيفي. عشان كده في الفترة من سنة 1984 لحد 1990 أبو حفيظة ما كانش بيحظى بأي احترام من أي نوع من المجتمع. أذكر يعني في أحد الجلسات قال لي ده وهو فرحان طبعا، لأن أبو حفيظة كان بيحط رجله على السلمة في خياله قبل ما يحط رجله فعلا، وبالتالي كان عارف إنه هيوصل. في كل مرحلة تعليمية كانوا أهالينا بيحملونا بضغوط فوق طاقتنا، كانوا عايزيننا نحقق أعلى نتائج زي ما كان أهل سيد أبو حفيظة بالظبط بيعملوا معاه. في الإعدادية قالوا له لازم تذاكر يا سيد علشان تجيب مجموع يدخلك الثانوية العامة وتبقى عملت اللي عليك. بعديها في الثانوي قالوا له هو التعب كله في الثانوي، على قد ما هتتعب في الثانوي على قد ما هترتاح بعديها. وفي الجامعة قالوا شوف يا سيد، تتفوق في كليتك ترتاح بقية عمرك. ولما انتهت علاقة سيد بالتعليم في السودان قال له عمه خلاص يا سيد، خلصنا اللعب ودخلنا على الجد. وقت عدم تخرجي من كلية الإعلام كان عندي أحلام ملهاش أول من آخر. كنت حاسس إن كل أخبار الدنيا مستنياني علشان أغطيها. ياه، حلم الوظيفة واحد من سلسلة أحلامي المستمرة. وفي انتظار سيد لجواب القوى العاملة واللي طول زيادة عن اللزوم، خد سيد قراره انه يدور على شغل بنفسه وساب لي مكانه في الطابور. طول عمره حبوب الواد ده. الانتظار أصعب حاجة من وجهة نظر سيد. الانتظار نظرية محتاجة وجهة نظر. نظريا المثل بيقول اللي يفوته الميري يتمرمغ في ترابه، لكن سيد رفض ده نظير انه يلاقي نفسه. والسؤال هنا قد ايه الانتظار مكلف في مصر؟ يا باشا 2 جنيه يا باشا. وفعلا اشتغلت في اكبر الهيئات الاعلامية الموجودة في البلد، الاذاعة والتلفزيون، وزارة الثقافة، وكالة رويتر. بالرغم من نجاحات سيد وانتقاله من اكتر من مؤسسة اعلامية كبيرة، الا ان حلم اكبر من كده فضل يراوده. يعني وقتها قال لي في جلسة طبعا ان 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 انه 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 حلم انه يكمل مشوار والده كان مسيطر عليه في الوقت ده تقريبا. يعني سيد قوم يا سيد. ايه بابا؟ امال امك؟ قوم. خير يا بابا؟ انت صعبان عليا يا سيسي. يعني ايه؟ اعمل ايه؟ قول لي. طابع يا سيد. يعني ايه؟ اهم حاجة في الدنيا الريق الحلو. انا مش فاهم. الطابع يا سيد. ايه الطابع يا سيد؟ بابا؟ الطابع يا سيد. شبح علام ابو حفيظة ما قدرش يعرف سيد اي حاجة مفيدة، وكأن الاشباح موجودة علشان تعقد الامور. سيد ساعتها سأل نفسه هي ليه الاشباح ما بتقولش اللي عندها من سكات وتخلص؟ سيد understood. بعدها فهم سيد ان ابوه كان قصده مصلحة البريد مش مصلحة سيد. اخد بعضه ونزل راح على مصلحة البريد في كايرو، ودخل هناك واستقبلوه استقبال الابطال. وتوجه سيد بالفعل لمصلحة البريد اللي خرج منها والده، ورحبوا بيه جدا. امال ايه لما عرفوا انه والده هو الاستاذ علام ابو حفيظة، وخدوه من ايده كده ووروه النصب التذكاري اللي عملوه الانكل علام الله يرحمه. إلا إن مفيش حاجة بتفضل على حالها، والسياسة اتغيرت مع القيادات الجديدة. وفي فترة الاقتصاد الحر أصبح كل واحد حر في جواباته ومحدش مسؤول عنها. ولما طلب سيد وظيفة فوجئ بالسياسة الجديدة.
وانا خارج من مصلحة البريد لقيت رئيس المصلحة بيجري ورايا: سيد يا سيد. في الاول افتكرت ان هم رجعوا في كلامهم، واما لفيت لقيته ماسك في ايده جواب بيقول ان هو جاله من شهرين وما كانوش مستدلين على عنواني، وكان جواب القوة العاملة. وقتها القوة العاملة خدت قرار انها تشغل سيد في وكالة صحفية كبيرة كتقيل للورق علشان ما يطيرش. ما قعدتش في الشغلانة دي اكتر من 3 ايام وطلعت منها مديون ب28 جنيه. كنت واخد كوباية شاي من الكافيتيريا ب7 جنيه وداخل الحمام. وقتها المدير دخل المكتب لقى الورق بيطير، فاعتبر ده تقصير مني فرفدني. وقتها الكافيتيريا طلبتني بتمن 4 كوبايات شاي كانوا متأخرين علي. خروج سيد من الوكالة كان بمثابة تجربة مريرة مر بيها، لحد ما أقنعه الدكروري إنه ممكن يكلم واحد يعرفه، يكلم له واحد يعرفه، والتاني هيكلم له واحد تالت، ويشتغل جليس أطفال بالنهار. بيبي هيتر طفلة جزائرية صغيرة اسمها عيشة. حاولت أتفاهم معاها بكل الطرق، ما كنتش بعرف. ما كانتش بتبطل عياط غير لما بغني لها أغنية معينة. وقتها عيشة كانت ماسكة جنبها وبتقول له دي. هيقوم سيد مشغل الأغنية وحاطط ايده على جنبه زيها ويقعد يغني ويصرخ، صوتها يعلى دي. فيعيد الأغنية من الأول لحد ما عملت دي على روحها، وبعدها وقعت من طولها وهم عليها. كان قصدها تشاور لي على جنبها وإن المصران الأعور هينفجر، وأنا كنت فاكرها عايزة تنام من التعب والغنى طول النهار. فطلعتها على سريرها لحد ما أبوها جه وفهم هي عايزة ايه، وفي الوقت ده اكتفوا بطردي بس. كان علام ابو حفيظة عنده عقدة من الحواوشي، لانه كان بيبقى سمين وبينشف ريقه اكتر ما هو ناشف، لدرجة انه لما كان بياكل نص رغيف ما بيقدرش يكمله، بالرغم من انه كان بينسف الترشي. ده طبعا غير عقدة تورتة الحواوشي اللي حصلت لسيد في عيد ميلاده. الموضوع كومبليكيتد جدا جدا. وبسبب نشفان الريق كان علام ما بيعرفش ينطق كلمة حواوشي، فكان بيقول حواو أو. استغليت التجربة المريرة اللي مر بيها والدي في اني اصنع للحواوشي تاريخ جديد في مصر، وده كان من خلال عربية صغيرة للحواوشي، وعملت اول اعلان تلفزيوني لرغيف حواوشي في مصر. حواو أو حواو أو رغيف أبو حفيظة وجليس جو. رغيف حواوشي أبو حفيظة منتهى الحموضة. الوظيفة هي اللي بتنادي على صاحبها، علشان كده انا قررت ان انا ما ادورش على وظيفة، خليها هي تنادي زي ما الام بتنادي على ابنها اللي بيتوه. بس غالبا الامهات ما بيلاقوش ولادها اللي بيتوهوا في مصر. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل يا ولد الحر.